من أين يعتاش على بر؟ يعني الشغل هذا اللي نحن عم نخوضه على وسائل التواصل بيعمل مصاري. الكل عم تعملوا حرام، انا مش مبسوط بالشيء اللي عم بعمله، ما عندي لا شغله ولا عمل، عم تعمل فيهم أكثر من بيعملوا أعدائهم فيهم. انا مجبر يا اخي. صارت كثير راس. نحن بي وامه للقانون بالبلد. ليش حطك براسه؟ هالقد انا مستخف فيك. لو طلب منك تقعد مش هقعد معه. موسيقى لحلح يعني ثقيلة. انا ما بحكي شيء مش تقيل. علي برو ضيف حكي تقيل. استاذ علي برو الأستاذ علي برو. يعني صداقة طويلة أول شيء بتجمعنا وأخوة. طبعا لأول مرة بوج أول مرة بعض نقعد هيك حكي تقيل. نقعد بشكل محترمين. حانا تمنحه بالقهاوي. طبعا. علي برو بحلقة جديدة من حكي تقيل برأيي رح يكون حكي تقيل هالحلقة. أنا ما بحكي شيء مش تقيل. انت كلك تقيل. كنا عم اقول لك تحت الهواء اول شيء ضعفان. ريجيم دايت على الحبوسه. حبوسه زي ما على فكره كذا حدا صار يحكيني اياها انه انت انا من انا بعثت لك الحمد لله على السلامه طلعت الحمد لله على السلامه ومدري شو بحطوا لي هيدي الغنيه يوميات هلا. انا بعدوك لا مش بس انا من بدي بعثت لك علي هلا ضعفان يمكن هيك على الاسود على الشهره. على الشهرة. علي برو قبل ما يعمل هيدي الفيديوهات كان صحافي ومراسل وكان عنده برنامج من مدة اللي بلش فيه، ولكن الفيديوهات اللي عملها علقت بعقول الناس وخلي يدور راسهم. هيك بدنا نقول دور راسهم يعني العدو والصديق واللي معك ما عندنا اعداء، خصومنا بالسياسة دور راسهم. هي دور راسهم عم تعمل فيهم اكثر من بيعملوا اعدائهم فيهم. ف تركت المراسلة. قديش لك وليش تركت المراسلة علي؟ انت من زمان يعني زميل لنا. شوف موضوع المراسلة تركته من تقريبا بعد الحرب. يعني ليش؟ لانه بالحرب اذا بدك تقول لمست حاجة الناس اليوم لحدا يكون قريب منا اكثر من المراسل. المراسل عادة انت شاغل بالمراسل، الناس تنظر للمراسل انه هو يمكن انه ما كثير قريب من الناس. يعني حتى في رسميات في كثير بروتوكولات تضبط العلاقة بين المراسل والناس العاديين. بالحرب لمست انه في حاجة انك تكون اكثر مشترك مع الناس بشو بدها الناس. يعني اليوم بعد الحرب بتشوف عن جد انا لمست هيدي بشكل جدي جدا، تحديدا بحادثة صارت اللي هي بمجزرة فتح الله الاولى. فتح الله اللي مجزرة فتح الله الاولى، مجزرة فتح الله الاولى بسطة يعني. انا انت بتعرف انا فتح الله اسم شارع اول شيء. شارع البسطة هي يعني اسمها سميت مجزرة فتح الله. كل تغطيات الحرب ببيروت، يعني كل الضربات ببيروت بالضاحية وبيروت انا غطيتها لما كنت اشتغل مراسل. ف67 يوم بالضاحية وضربات بيروت بشكل يوم، يعني بشكل لما كان يصير في ضرب انا كنت بغطي. بس حادثة مجزرة فتح الله الاولى لانه كان فيها عدد كبير من الشهداء وكنت من اوائل الواصلين لهونيك، يعني لانه كنت ثابت وكنت محل قريب. فلما وصلت لما توصل احمد وتلاقي انه واحد بعدهم عم يشيله، يعني بعد الاولاد بالارض اشلاء وردم عالم طالعه من بعد الغبره مثل ما بيقولوا، بتلاقي ثبات هيدي الناس حضورها ووعيها وبعده ظاهر من الغاره عم يمكن ابنه جوا بتلاقي بعده عم يصرخ بنفس الصراخات اللي بتفرجيك انه هو ثابت على هذا الخط وثابت على هذا النهج من دون ما حدا يجبره انه يعمل لك بلحظتها بارضها مثل ما بيقولوا. هون انت ما لا برجع بقول لك لانه المراسل انت شاغل المراسل اللي بتجردك من مشاعرك. يعني مهنه المراسل هي ابشع صفه فيها صار المحتوى بيعطيك مشاعر اكثر. لا بتجردك من مشاعرك، فبتصير انت تشوف المشهد بطريقه تانية. يعني انت ما بتصير تشوف المشهد للاسف. هيدي شغله بتشوفه تقرير بدك تقبض حقه. لا مش طابت حقه، بتشوفه انت بطريقه بزوايا مختلفه، زوايا اوسع، تحسه بارد وبتفكره انه انت بتصير تتعاطى مع الحدث على انه حدث شو ما كان. يمكن انا عشت هذا الشيء مثلا انه بعد الحرب قد ايه خطيت مجازر او شيء، حسيت حس حالي انه انا ما عادش عم بتاثر يعني او ما عادش عم بزعل. بحس انه في بطل في عندي الروح او اني ازعل مش مع احترامي يعني مش اصلا بتزعل. هي بتصير انه انت تعودت مش كمان مش تعودت احمد. جزء من يعني من اسرار هيدي المهنه انه انت بدك تتجرد من مشاعرك لتشوف المشهد العام. انت نازل على الارض عم تعاين
اول شيء لتعرف شو صاير. انت نظرتك غير نظره العالم الموجوده. من وين اخذت القرار انه توقف مراسله؟ بلحظتها لا، مش اخذت قرار وقف مراسله، بلحظتها اخذت قرار اني كان لازم اكون اكثر قريب من الناس، لانه بوقتها بهيدي اللحظه وبهذا النهار كان في حدا، مش حسميها مش هعطيه قيمه يعني، حدا طالع وحاكي على انه روحوا كفوا على حزب الله، ما تخلوه يظهر. مين هو؟ الحرم. لا ما معروف يعني، مش بديش اسميه انا عشان ما اذكره على لساني يعني. بيقولوا انه روحوا كفوا على حزب الله وما بعرف شو. كان في حمله بال67 يوم على كشافه الرساله الاسلاميه، على الهيئه الصحيه الاسلاميه، على هيدي البيئه، انه على المسافين كمان. على كان في وحده على كشافه الرساله شو يعني، على الدفاع المدني بكشافه الرساله الاسلاميه. فصار كانت هيدي البيئه بهيدي اللحظه اللي عم تاكل فيها غارات وعم رحنا شهداء، في ناس عم تطعم بظهرها. فاني هون بهيدي اللحظه قلت انه انا لازم الى جانب عملي بالمراسل بالحرب خذ هيدي التجربه. وكان في عندي تجربه يعني، عملت كذا فيديو عن كذا شخصيه بقلب الحرب فيديوهات رديت عليها على العالم طلعوا اعترضوا على هيدي البيئه وطعنوا بظهرها لهيدي البيئه. خلصت الحرب، من هون طلعت الفكره انه انا بس خلصت الحرب اخذت قرار انه انا المسار طبعا المراسله بدي زيح عنه شوي هالفتره وامشي بمسار معقول ترجع؟ ما عندي مشكله يعني، بس غير منار يعني، انه معقول التجربه ربما وصلت لها لهون انه تلاقي حالك اقرب من الناس لانك ضمن اطار المنار، يعني انه معقول ترجع بغير تجربه مثلا بغير قناه؟ ممكن حتى بالمنار ممكن اعمل برنامج بالمنار. ندمان على تجربتك بالمنار؟ لا يا زلمه بالعكس، تجربه بتعلمك. ليك تجربه المنار مدرسه اذا بدهم الاعلام التقليدي، بتعلمك بالفعل. عن جد عم بحكي هلا انا اصول المهنه يعني، المهنه بتتعلم مطبخ كبير المنار اعلامي يعني، في منظرين بالاعلام اذا بدك بالمنار، اشخاص وارقام بالاعلام بالمنار بتتعلم منهم. عملت انت يعني صار في تقارير كان لها نكهتها بالمنار اللي انت كان اختصاصك تطبخها. لانه ليك لغه المنار وصوره المنار عاده هي بالنهايه هي تلفزيون رسمي يعني، تمثل التلفزيون الرسمي حزب رسمي يعني. فلغتها دائما بتكون لغه شوي محافظه. انا كسرت شوي من هذه اللغه، انتبه بالتقارير حتى. بالتقارير ما اشتغل بالمراسله، تكتب اكتب واعمل حتى بعض الافشات عملتها كتير يعني مره بتذكر عملت تقرير، في تقارير من عرضت عن تقارير من عرضت، في تقارير من عرضت من الافشات اللي عملتها يمكن بس في مثلا اعطيك مثال، مثلا مره عملت تقرير عن كان في اقر رئيس الجمهوريه بوقتها انه شيء له علاقه بحقوق الحيوانات. حضرت الحيوانات عندهم حق. فانت نزلت عملت معاملات مع الحيوانات، عملت معاملات مع كلاب وبسيدات وما بعرف. فهي كانت يعني كسرت شوي من الصوره الجامده اذا بدو او النمطيه المعود عليها الناس على المنار. كسرتها ونجحت فيها، انتبه للامانه يعني. ما كان في مشكله بالاداره؟ لا ما عندهم مشكله. هن بدهم يعني، هن كان بدهم يعني حدا يعمل هذه التجربه وبس ما كان عندهم نموذج يمكن. فانا جيت بمكان يمكن زيت على زيتون. طيب الناس اكيد رح تسال، انت كنت كمراسل عندك راتبك اللي هو بالمنار اليوم من اين يعتاش على بر؟ what do you do for living؟ ليك شايف صف الأسبقار تحت. لا اليوم جاء موتسيك 100% بعدني مثل أنا يعني. لا ليك العمل على مصاري، انت بتعرف بيطلع لك مصاري يعني. الشغل هذا اللي نحن عم نخوضه على وسائل التواصل بيعمل مصاري. من وين؟ بيعمل مصاري. شو مش عم يعملوا معي مصاري؟ بيعمل مصاري. انت مش عارف تعمل مصاري. انا عم يعمل معي مصاري بالدعايات. مصاري يعني محتوى سياسي. معاشاتنا قديش يعني؟ ما تتراوح المعاشات قديش بتتراوح معاشاتنا لما كنا نشتغل يعني؟ قديش هي 800 ماكسيموم؟ 1000 وشويه كبيره يعني. منيح. اوكي هلا مع نفس الشيء بتغير شيء يعني؟ ما بتغير شيء. اللي عرفته انه في قرار اجى اليوم انه علي برو يترك المنار. انا ما تركت التلفزيون. شو عامل لك؟ انا ما تركت التلفزيون، معنا بالتلفزيون. بتداوم؟ معنا بالتلفزيون. بس انا اخذت بس وقفت على الهواء، نزلت على الهواء. مراسله. شو عم تداوم هالايام؟ مراسل بالتحرير باللي بدك اياه. بس مراسله بشكل عام مراسله، لانه صفه المراسل دائما بدك تكون شوي هيك متزن اكثر. مش قصه اتزان، قصه انه في شخصيه للمراسل عاده بتكون انه ما بده يفوت بهذه التفاصيل كثير يعني. بس انه لا بعد عم نشتغل بالصحافه. حكينا كثير عن فكره المراسل والتلفزيون وكذا. بهيدي التجربه ما في ناس حست حالك انك عن جد قسيت وفيديوهات نزلت قلت انه لا انا مش ما كان لازم؟ بتعرف شو الفيديو اللي قلت لا ما كان لازم زودها هالقد؟ ما في ولا فيديو قلت ما لازم زودها هالقد. في فيديو كان لازم زودها اكثر. بس في فيديو صار في من الموضوع الشرعي يعني. انا منتبه كثير للامور الشرعيه.
الموضوع الشرعي التفت له انه ما لازم كنت احكي هذه العبارات شرعا. اما بما تبقى بهوديك بدي افرمهم بعض اكثر. على مين كان؟ خلص ما بدنا نحكيها، عندي مصادق. بالموضوع الشرعي استعملت شرعا ويمكن كل عم تعملوا حرام. لا حرام واجب وضروره ومباح وعندك فتوى؟ عندك فتوى باللي تعمله يا رجل؟ عم يطعنوا فينا يا رجل. بس انت عندك فتوى باللي عم تعمله؟ فتوى بدناش فتوى يعني نشتغل نحن اعلام. انت عم تقول انا مراجع على الموضوع الديني يعني انت لا انا منتبه لموضوع مثلا اشكالات الشرعيه، مثلا موضوع مثلا اذا بدي مرق اغاني مثلا بقلب الفيديوهات ما مرق يعني مرقت مره او مرتين وحدا لفت النظر عليها. انا منتبه للامور، انا حدا بينتبه كثير لوضعه الشرعي. عم بحكي جد عم بستغرب فيك لانه اليوم مستغرب فيه. لا ما خير يعني بعرفك اكيد تعرفني شو. لا والله بالموضوع الشرعي انا منتبه لانه هذا هذا الموضوع كثير عالم عم بحضره، فما بدي اتسبب انا يمكن انه مثلا اكسب يعني خطايا من وراء. في قول دائما بسمعه او يمكن روايه عن احد الائمه بيقول انه مش او سيري او شيء انه يشال من حسنات الظالم وتحط الى المظلوم. هلا انت صرت عم تنحط لك الحسنات وما بدك تكسب. لا مش قصه انا انا عم اقول انا يعني انا اذا بدي مرق غنايه بقلب المحتوى تبعي مره مرقت شيء غنايه وهي انا ما عم بحكي غنايه، انا عم بحكي عن الفرم واجب. انت مقتنع انه دينيا عم تعمله دفاع؟ واجب يا زلمه واجب. هيدي الناس مش ناس مؤمنه، مش ناس قدمت شهاده، مش ناس قدمت ارزاق، مش ناس يعني انا مش انا بعطي شهاده لهيدي الناس. هيدي الناس شهادتها معلقه على السما معلقه. هيدي الناس ده واجبنا ندافع عنها. واجب طيب. انا مش جاي قبل ما ارجع لهذا الموضوع ولا في كتير ناس اساسا هي معارضه وقرات وحكيوني الزملاء والناس انه لفكره ما يقدمه علي بالرغم انه هيدا الشيء نحن شيعه بس ما بيمثلنا هيدا الشيء، ما بيشبهنا. مش قصة بيشبهنا انه هذا الخطاب ما لازم ننزل لهذا المستوى. شو رايك بما انه تطرحنا للسؤال في هذا الموضوع انه سمعتوا لهذا الشيء اكيد، بس وفي كتير ناس كتبت انه نحن اخر النهار حدا مثل علي برو بده يمثلنا ويحكي عننا او حتى بده يوصلنا لهيدي المرحله الناس تسبنا. في مجموعه مش مجموعه اذا بدنا نقول في كتير اصوات علت ضد اللي عم تعمله انت. اول شيء انا مش متحدث باسم اي جهه ولا متحدث باسم البيئه. انا واحد من هذه البيئه يعني مش متحدث باسمها، بس جبت انا عم بحكي لغتها، جبت فيوز ما له علاقه. انا عم اقول شو يعني اذا بدنا نفند الشخصيه والمحتوى. انا حدا من هيدي البيئه راى انه من واجبه يطلع يتصدى لهيدي الامه كلها، هيدي البوطه كلها اللي بوجهك. انت عندك 70 ل 80 بس شو رايك بالناس اللي قالت انت عندك بوجهك 70 80 شخصيه سب اهانه شتائم مس بالرموز والمقدسات مش السياسيه الدينيه، طنميه البيئه، طنميه اللي ماشيين فيه من زمان. الطنميه ماشيين فيه من زمان، بس ما في كان حدا بوجهه يطلع يجيبوهم بهذه اللغه اللي هن بيحكوها. يعني هول 70 80 شخص. مشان هيك في ناس قالت انه لا نحن عنا كان عندنا تجربه يا احمد، كان عندنا تجربه طويله. نحن 40 50 سنه نخاطب هذا الطرف الاخر بالبلد بكل حب وبكل رصانه وبكل عيش مشترك وبكل ادبيات واخلاق. جاب نفعه برايك هيدا؟ ما بيسمعوك، ما بيسمعوا لهذا الخطاب. يعني هيدا الخطاب اللي انت عم تحكي فيه جاب النفع؟ اكيد جاب النفع. كيف جاب النفع؟ لو ما انوجعوا ما انعملت كل هالحملات وما طلع صوتهم، لو ما جاب نتيجه هذا الخطاب. وخبرتني هيدي معلومه كتير مهمه. اثنين خففوا جايك بالكلام. انا مش طالع بهدلهم بس لانه انا مبسوط فيهم. احمد انا مش مبسوط بالشيء اللي عم بعمله. انا بيني وبين حالي مش مبسوط. يعني بدي اطلع رد على منشد يا انا شايف حالي كثير قدامها لاني مقدم كثير قدامها انا لهالبلد. انا بدي اطلع رد على رامي نعيم شقفه امرجه. هلا قوموا علي شقفه امرجه رامي نعيم تعرف انا بعرف. هلا في برنامج عم بعمله هلا ملفات ومصادر قد ما بدك. هون العالم ملفاتهم قد ما مجويه ريحتهم قد ما بدك طالعه. خففوا انا نرجع انا ما اكفي لك الفكره. انا مش مبسوط بالشيء اللي عم بعمله وما بدي يكون بهذا المستوى. ما نتفق. اجبروك؟ انا مجبر يا اخي، مثل ما المقاومه اجبرت، مثل ما اهل الجنوب واهل البعض جبروا انه يحملوا سلاح. مش مبسوطين نحن انه عاملين سلاح ومخبين الصواريخ بوريد. مين قالكم ان نحن مبسوطين فيهم؟ وكتب عليكم القتال وهو كره لكم. نحن مش مبسوطين بس كتب علينا، فرض علينا القتال يا خيي. يعني اليوم هلا قاعدين ببكفايه نقلب الايه، اهل كفركله يطلعوا يقعدوا ببكفايه واهل بكفايه يروحوا يقعدوا بكفركله ويلا يتعبروا هن وياهم بالدبلوماسيه.
مع احنا يعني هن لو كانوا قاعدين محلنا بيروحوا بيقاتلوا بالدبلوماسيه، بدهم يحملوا سلاح ويدافعوا عن ارضهم. نفس الشيء بالاعلام، نحن جبرنا انه ننزل لهذا المستوى. يعني انا اكثر شيء بلوم حالي فيه انه انا نازل لهالمستوى رد عليهم للارض. انا مش مبسوط. يعني في معلومه انا ما بدي اقطعها كثير، انه انت كنت عم تقول لي حتى تحت الهواء عم تقول لي طلعت معي بعلبكيه، عم تقول لي انه خففوا المستوى طبعا. مين يعني مين الاسماء يعني خففوا حده الخطاب؟ خففوا لانه لقوا انه بهيدا الطرف المقابل في مين عم يطلع كل يلقطنا على كل كلمه. شو خففوا؟ خبرني. يعني انا كل كلمه بيطلعوا بيحكوها انا كلمه مقابله بطلع بحضر لهم اياها. قاعد له ما عندي لا شغله ولا عمل، قاعد لا شغله ما عم بحضر له مقابلات وتصريحات. وهن بيعطوك مين من الاشخاص انت قلتهم خفف؟ يعني اعطيني مثل. يعني صاروا يستبدلوا الكلمات، يستبدلوا العبارات، صاروا ينتبهوا. ماشي هلا اسماء حاضره براسي مفيش اسماء، بس انه بتسمع بالجو العام بلش هلا عم تسمع خطاب انه شوي في تريح بالخطاب. انتبهوا انه خطاب مؤذي جدا لهذه البيئه، مش مؤذي عم يطعم بظهرها، مش بس عم يطعم بظهرها، عم يقيم هذه البيئه عليهم اكثر واكثر. طيب انتبهوا ماني اغبياء ولا خلني اغبياء والله العظيم. طيب سؤال بعد، برايك انه كان دائما هول الناس اللي انت عم تهاجمهم وتعملهم فيديو ضدهم ينظرون الى هذه البيئه او اذا هذه الطائفه، طيب حتى ما يقول لك انه انا ما عم هاجم طائفه، عم هاجم حزب، بالنهايه انت عم تهاجم بيئه باكملها، ينظرون لهم نظره دونيه انه فلان الشادور واللي عايشين بالضاحيه والله واللي عايشين بالضياع، ولا هن هيك شايفين؟ هيك كانوا ينظروا الى مش ينظروا لك، هن بربوا اولادهم على هذا الاساس. انا بعرف حالي شو عم بحكي، بنمطوك بعدهم عايشين عقده الستينات والخمسينات والجيل المارون الذهبي. يا عمي هول ما اقتنعوا بعد انه بدك اشرح لك اياه هون اليمين المسيحي فسر لك اياه اللي بقايا اللي عم بقيت مايش دياء وسامي الجميل وسمير جعجع وهالقرط هاو كلهم هودي اجوا الفرنسويه قسموا البلد على اساسهم، عقياسهم قسموا لهم البلد وجابوا لهم الشيعة يشتغلوا عندهم. تاريخيا هن بعدهم عايشين بعادة الأقطاع على اليمين المسيحي. لما فلوا الفرنسويين من لبنان بعدهم نفكر عطوهم وكالات حصرية لليوم. 3/4 الوكالات الحصرية بلبنان هن فاميلي بزنس. طيب ليش بيحكوا أنا عمل لك ليش بيحكوا بخطابهم انه في مشروع تهجير للمسيحيين؟ عم اعطيك تجربة، عم اعطيك دلائل لاوصلك لشغله. هن شافوا هذا البلد كانوا كامشينه من باب العمل هذا البلد على قياسهم. هن اجوا الشيعة اجوا على ليش؟ اجوا الشيعة لانه الشيعة كانوا مضطهدين، لانه كان انتبه اسباب تراجع النخب الشيعية بهذيك الفترة كانت لاسباب الاضطهاد، المحاربة، الفقر. مش انه هن جاهلين، لا كان عندهم قدرات بس مخفية، بس ما في بيئة خصبة لتطلع هذه القدرة. من لما اجى السيد موسى الصدر على لبنان وغير في الشيعة ما غير لمرة واحدة واخيرة، من هناك بلش الشيعة تيرنينج بوينت تبع الشيعة والسيد موسى بالعصر الحديث اللبناني. تيرنينج بوينت كان السيد موسى الصدر لما اجى وزرع فينا هذا الامل وزرع فينا هيدي انه نحن مكون اساسي بهذا البلد. ونحن بعضهم مش عم يتقبلوا الفكره، هن مش عم يتقبلوا فكره انه كيف الشيعة بالنسبه لانه اخذوا منهم كل شيء. الشيعة ما اخذوا منهم كل شيء. الشيعة صار عندهم ثقه بنفسهم، طوروا حالهم، بس بقي الطرف الاخر قاعد محله. طب الشيعة طوروا حالهم اليوم. شوف دكاتره مهندسين، شو بدي اقول لك، نخب اجتماعيه، نخب تربويه، نخب رياضيه، ولك بكل شيء الشيعة اوائل، بكل شيء الشيعة بعالم البزنس الشيعة اوائل. هن عم يحكوا على الشيعة فلوا وروحوا عندكم وبيب بالعراق. تعرف اذا الشيعة فلوا من لبنان بيلاقوا شرطة خبز ياكلوها، او كله ما بيلاقوا ربطة خبز ياكلوها. سمينا مصلحة بتمشي بلا الشيعة. يا عمي انا مرة قلت باحد المقابلات في احد محلات السهر، صاحب احد محلات السهر بلبنان، تعال شو بيقول لي انا شغلي بيوقف 10 ايام بالسنة. بيوقف شغله مش بالضاحي محل السهر عندكم 10 ايام بيوقف شهره. قلت له شو هني؟ قال لي عاشوراء ببطلوا الشيعة ينزلوا يسهروا. الشيعة ماشيين كل المصالح بالبلد، كل المصالح. طيب. السهر والمشروب كافيه والرياضة والبزنس والعقارات وكل شيء الشيعة ماشيين بكل شيء. الشيعة الأوائل اليوم يا علي هني هون طب ليش اليوم في هيدا
الحديث اللي على طول بدهم يحكوا فيه او يطلعوا يحكوا فيه انه في مشروع تهجير للمسيحيين. ما انت تهجير المسيحيين، ما انت بخطابك عم تقول روحوا على العراق وروحوا على ايران، ما هذا مش مشروع تهجير للشيعة؟ سمعت لك شي حدا نحن طلعنا قلنا بدنا نكب المسيحيين بروما او يلا رجعوا على القسطنطينية شي مرة سمعت لك حدا قالك مين عم يتهجر المسيحيين من البلد؟ ليش عم يحملوا العنوان ويمشوا فيه؟ هن بيحبوا دائما انه يمارسوا دور الضحيه، انه عم يضرب. مين قرب صوبكم؟ مين قرب صوبكم؟ بتصير احداث مثلا بتذكر براس السنه او بعيد الميلاد قال حدا بيروح بيحرق شجره، يا غيرة الدنيا عم واحد حرق شجره شو لنا عليه؟ مين بده يهجركم يا اخي؟ اقعدوا يا اخي، مين يعني مين يقرب صوبكم؟ طب ليش عم تقربوا صوبنا؟ بعدين كم واحد انتوا كم واحد؟ يعني بيجي الي رغم كل ما قدمت. مين هن الكم واحد؟ كلهم عود اللي بيجوا بيحكوا ضدنا، مش المسيحيه. اللي بيجي حتى لا تفهم غلط. مش المسيحيه، انا بحكي عم بحكي بس انا بحكي على اليمين المسيحي ثبتها فوق. انتوا كم واحد؟ عن جد كم واحد؟ انه هلا القوات كم واحد؟ نزلنا 75,000 كشاف نحن وبلا البراعم. خلي وانت عم تقول القوات كم واحد، بس من احد اكبر الكتل السياسيه. خيي ما قال عليه يصطفل يعمل اللي بده اياه، بس ما يقرب علي. ده بده يطعني بظهري. طيب ليه بده يقول له الاسرائيلي كف عليه؟ ليه مبسوط وشمتان؟ ليه انضربت بكفايه يعني؟ انضربت معراب بمناطقنا اللي انضربت، نحن اللي دفعنا الدم ونحن اللي دفعنا الضريبه ونحن اللي دفعنا كل شيء. اخواتنا واولادنا اللي عم يموتوا، لا اخواتهم ولا اولادهم. مين قرب صوبهم يا اخي؟ مين قرب صوبهم؟ طيب خلينا نرجع قبل، لانه هيك ما داير كثير بالحديث. خلينا نرجع ل بعد صخرة الروشة. بعد ما طلعت كثير بمقابلات كان في قرار بإيقافك أو أنك لا مش قرار بإيقاف، تتمثل أمام القضاء 3 مرات وما رحت. صدر مذكرة توقيف ولا لحتى نفهم صح؟ لا هو اللي اختفت، غبت جمعة. هو اللي صار إنه المدعي العام أصدر طلب مني أن أمثل أمام الضابط العدلية بالقانون. الصحافي لا يمثل أمام الضابط العدلية، محكمة المطبوعات في عنده جهة مختصة الصحافي بيمثل أمامه. فاللي صار إنه بعت أنا المحامي على الضابط العدلية. نحن أول شغلة برجع بقولها، نحن بي وأمه للقانون بالبلد. نحن دفعنا كل هالأسماء عشان يبقى بلد ويبقى في قانون. طيب شو صار؟ فنحن لا بنمتثل للقانون. بحال صار أي خطأ معين نمتثل للقانون. يعني مش عم نقول إنه نحن منزهين يا حبيبي، أنا ما عم بقول نحن منزهين، بس نحن بنروح للجهة المختصة. مش إني عم يقول أصحاب المنادات بالدولة والقضاء نحن نمتثل. بعتنا المحامي أول مرة، بعتناه ثاني مرة. صار الموضوع موضوع لم يكن موضوع عن قضاء، صار تكسير راس. صار مش تكسير، الموضوع سياسي، أخذ مسار سياسي وتكمل الموضوع. يعني نحن كفينا بالإجراءات القانونية اللازمة. كفينا بالإجراءات القانونية اللازمة. أنت 3 مرات ما حضرت أو مرتين أو 3؟ مرتين. والثالثة صدر مذكرة توقيف بحقك ملاحقة. لا بحث وتحري يعني نفس الشيء. ملاحقة أنا ما بعرف القانون صراحة شو بحث. طيب برموا عليك ما بعرف من بعدها وين رحت؟ اختفيت عليه يعني غبت. ما بقى عملت لأنه كنت عم حضر. ما بعرف حضرته من الحلقات يعني مش انه اجى قرار انه علي هلا انزل عن الساحه. كان القرار انه احنا هيدي الفتره نستغلها بموضوع التحضير للبرنامج الجديد. يعني انا مش بس هلا في عندي كذا فقره حضرناهم وبين عملنا 2 3 كانت حزب الله بظهرك علي، يعني واقفين معك قيادات كشعب بظهر كل واحد من هذه البيئه، مش بظهر يعني داعمك بفكره مع التفاعل. هلا اذا انا حكيت هذه الكلمه داعم بالفكره بشو؟ ليش انا شو عم غلط؟ يعني وقفوا معك بهيدي الازمه اللي مرقت فيها اللي هي بحث. انا مش مغلط، انا ما قلت لك غلطت، انا عم اقول لك انه وقفوا معك بهيدي الازمه، وكان يعني وقفوا من حيث المسؤولين او ربما اتصالات عاليه المستوى بحسب معلوماتي صارت. الامور انت كمان يعني عادي رواق الموضوع. طيب. رواق كان يعني مر الموضوع بسلام. ما انت عم تقول صار الموضوع سياسي شو يعني؟ يعني سياسي. انا الذي يعنيني بهذا الموضوع. يعني اليوم رئيس الحكومه حطك براسه ومن تحته حطك براسه، صار موضوع سياسي انه انا عم يتحدوني سياسي. اكيد يعني هيدي البيئه وهيدي الجمهور وقف معك كقيادي ككل شيء، وقف معك كل الناس ضمنت معك من بيئتك. بس لوين وصلت خواتيمها؟ يعني انت فجاه اختفيت أنا مش فجأة اختفيت، أنا نزلت ستوريات. لا مش بعد ما نزلت وصورت حلقة كمان. تبعنا عملنا بشكل طبيعي. بس الفكرة وين؟ الفكرة أنه
كان القرار احنا نحضر لشيء مرتب، يعني مش بس اشخاص عم نعمل عمل، يعني مش العمل دائما بده يكون هيك له طابع اذا بدي اقول يعني بس انه موضوع تنقير على السياسيين ولا لا، بروح لخيار عمل عنده قالب اجمل، عنده قالب ارتب، فنحن رحنا حضرنا. اسقط البحث والتحري عنك. المفروض طب تعرف شو مفروض، ما انا ما عم لها مفروض، عم نسال المحامي عن جد مفروض يعني. انت ما سالته للمحامي؟ بلا كل يوم بقعد انا وياه. يعني تم اسقاط البحث ليش؟ باي اسباب؟ تحول الملف للمطبوعات، لمحكمه المطبوعات، ومن هونيك تم اسقاطه. ولا يعني انت مضيت على لا هو مضيت على تعهد؟ لا هو ولا شيء. المحامي عم يتابع الاجراءات القانونيه، هو الموضوع بيتحول لمحكمه المطبوعات وبياخذ الاجراء اللازم بمحكمه المطبوعات. طيب يعني بتعتبر هيدا الملف طويت صفحته؟ ملف صح. طيب مع الرئيس سلام كيف طويت الصفحه؟ يعني اليوم الرئيس سلام قاعد مع الثنائي مع نوابهم، وحديثه من يومين مع زميلي زينب برجاوي بالميادين، وتحدث عن افضل العلاقات. تغير المزاج العام تبعوه الحديث الرئيس نواف سلام باتجاه هيدي البيئه، شو السبب؟ هو اول شيء كلام الرئيس سلام عن موضوع تضحيات حزب الله وشهداء حزب الله منه جديد، يعني مش اول مره بيحكيه. هو اصلا شيوعي كان وكان مناضل بهالزمن، هو مش اول مره بيحكيه، بس في يبدو على ما يبدو انه في مسارات فتحت مع رئيس الحكومه. كيف؟ حتى يمكن عبر رئيس الجمهوريه، ما بعرف، ما عنديش معلومات يعني، بس انه في مسار عام بالبلد. انا ما بصدق انه علي برو ما عنده معلومات. في مسار هيدي في مسار انفتح، في مسارات انفتحت وعم نشوفها بالاعلام، عم نشوفها قدامنا، مش عندي المعلومات، عم نشوف. بعد خلينا انت عم تقول كيف في نواب من حزب الله طلعوا مثلا عنه، وعيد فتح قنوات التواصل مع رئيس الحكومه من بعد فتره من الانقطاع يمكن. فمفروض يعني عم نشوف هذا الشيء عبر الاعلام، يعني انه في جو مريح، بدنا نقول بعكس الجو اللي كان ماشي بايلول الماضي. معقول يكون سالون النواب عن علي برو؟ كنا عاتبهم عليك، عاتبهم عن علي برو؟ ما شفتش حدا من النواب، بس شوف حدا من النواب بساله. لا حدا اساله اذا سال عني ما بعرف صراحه يعني. اكيد حضرك. هو قال انه هو ما بيعرف. اكيد حضرك. لا هو قال انه هو ما بيعرفني. طب ليش ليش حطك براسه؟ ما عمل لك، هو قال انه هو ما بيعرفني. ما بعرف. لا ما بعرف. نحن ما رح نتفق عشان نحن ما رح نستهدف نواف سلام بالشخصي، يعني المشروع اللي بيحمله. لا نحن ما عندنا طرمه. موضوع صخرة الراوجي صار موضوع. انت استهدفته بالشخصي يا علي. انت يعني انت استهدفته بالشخصي. هو المسار مش استهدافه بالشخصي، يعني نحددها. برجع بقول لك مش نحن عاملين شغلتنا وعملتنا نروح نستهدف الاشخاص بالشخص. نحن حملنا حالنا وكان في فعاليه العلاقه بصخرة الراوجي، حمل الموضوع تبعات كثير صراحه. ما كان لازم الامور تروح لهون يعني. من قبل مين برايك؟ من قبل الجهتين؟ قرار عدم اضاءه صخرة الراوجي ما كان لبناني. ما كان لبناني، معروف. صار ما احكي فيه كثير على مناقشنا عند اللي ما معروف. ما كان طيب لبناني. ليش حملوا نواف سلام عاطوا يعني؟ ما بعرف يا اخي، ما بعرف. الجيش طنش على الموضوع ومش صارت القصه، وفي ضغط اعلامي كان بالموضوع، والاعلام لعبته بالموضوع، والنواب. هل الخطا يتحمله فقط من اتخذ القرار الخارجي بعدم اضاءه صخرة الراوجي؟ طبعا من بيحمل هذا القرار؟ كتبت أخذ كثير لكن قرأت عبر إحدى الصحف أنه كان أيضا القيادات اللي قررت أو منظمين النشاط أخطأوا حينما دعوا إلى النشاط وهم بعدهم مش ماخذين إذن. ما هو أصلا إذا بترجع بموضوع الإذونات بالقانون إذن بلدي يعني ما بده لا، أو إذن محافظ مش عارف تفصيل يعني منه هالأزمة يعني. بس صار الموضوع تحدي لمكون كبير بقلب البلد. تحول الموضوع من فعالية صغيرة إلى موضوع تحدي كبير. تحدي، انت عم تتحدى عالم، ما فيك تتحدى العالم مين ما كان يكون، ما فيك تروح تتحدى العالم، وخصوصا بهذه الفتره. فالموضوع يعني اصلا برايك فهم الرئيس نواف انه لا مش لازم توصل الامور؟ ما عندي تواصل لا ما ولا مع مستشارين وما بعرف. بس الجو من بعد صخرة الراوجي انتبه كان على ما يبدو صار انه كان منحنى. موضوع صخرة الراوجي كان منحنى، انه نفس كثير الجو. كان لازم يصير نفس كثير الجو من انه صارت الامور عم تروح لمحل تاني بالبلد. بكل شغله صار في جكاره. صار في صار الموضوع انه
بكل تفصيل، اذا بدنا نعين واحد هون، اذا بدنا نضوي صخره، اذا ما بعرف شو الموضوع. كان موضوع صخره طويل، يمكن نهايه هذه الممارسات الفوقيه على هذه الناس. بما انه بعدنا عم نحكي عن صخرة الروشة، انا قرأت انتقادات لاذعة جدا من هيدي البيئة، او ما كتب او حتى محللين وما سمعت، انه سلاح كسلاح المقاومة عبر التاريخ بحركاته بأحزابه بمن قدم مقاومة لهيدي البلد والدماء هالقد عظيم صار اسمه السكيلحلح. أول شيء شو رأيك بفكرة السكيلحلح؟ وهل أنه اليوم صار اسمه سكيلحلح؟ شوف يعني هي فكرة تقيلة. شوف أنا مع لخص من يعني لهم سلاح المقاومة. أنا مع هذا الكلام. شوف لما يحكي هذا المضبوط معه حق، يعني في جزء من الكلام هذا مضبوط معه حق، بس تيجي لإلي لماذا استخدمنا هذا الكلام؟ يعني لماذا عبارة السكيلحلح ليش تم استخدامها؟ هذه العبارة استخدم بداية بالعنوان تفاديا للالجوريزم تبع يوتيوب وفيسبوك وانستغرام. يعني انت بتقول سلاح على بتعرف انت بتبند الحساب، فهي هروبا من موضوع الالجوريزم. انت بتقول سكيلحلح اثنان على قاعدة الشيخ راغب هزقنا فيهم. انتوا سكيلحلح ما فيه، كنت تاخذوا سلاح. شو يعني سكيلحلح؟ يعني اخذت اولادي انا طلعتهم على القصر الجمهوري معهم بوريد بلاستيك، اشطوهم بوريد البلاستيك، بعدين احكونا بالبلاستيك من باب المهزقه فيهم والمهزله فيهم. انتم بتقصونا سلاحات. بس قديش الناس لك لا امريكا، لك لا امريكا والله اسرائيل. هلا وقفت لي انت على السكيلحلح، هي سلاح ما حدا بيقدر يطاله. انتم سكيلحلح كبير عليكم، سكيلحلح كبيرة عليكم. لا هي من وين اجت هيدي السكيلحلح؟ يعني هي طلعت على في شبان طلعت صح هلا انا سهم بتدريجها يعني. الله يسامحك، بس مش يعني. الكوبي رايت مش لإلي يعني، بس الفكرة انه انتم سكيلحلح ما فيه. على قد نحن مستخفين بمن يقول انه بدي اشتق سلاحك وعريك بوجهك الاسرائيلي، هالقد انا مستخفيك، هالقد مستواك انت سكيلحلح. العالم كتير راحت انتقدت انه كيف عم تقولوا سلاح ونحن مش هيك ومدري شو. مزبوط، نحن اصلا بالنشيد حزب الله انه يد الله مدت الينا السلاح. نحن مش عم نتمزق بسلاح، نحن عم نتمزق باللي بدنا. الناس هيك فهمتها، وانا كان بهمني توضح للناس باللي عم بقشطونا سلاح. هذا مش عبثه، مقصود وعن عمد. اليوم انتوا سكيلحلح ما فيه. في يعني بوريد البلاستيك تبع اولادنا ما في موافقه من ما في موافقه ختم من حزب الله على هالكلام. ابدا الشيخ موافقه من مين؟ الشيخ نعيم بيحضرك؟ ما بعرف، بس شوفوا للشيخ نعيم بسأل اذا بيحضرني ولا، وبسأل اذا بيحضر. اول ما وصلوا السكيلحلح فما وصلوا الفيديوهات. لا الفكره ما عم لك ما عم بحكي يعني طلعت موضوع السكيلحلح، عم بحكي عما يفعله علي برو. على فرق كبير بين علي برو وعلي بري. انا اذا كنت علي بري يا باطل. فهلا مثلا موضوع رئيس بري، مثلا بتشوف انت الحمله الممنهجه على رئيس بري، صح كيف بدي احكي فيها. بتشوف انت هلا حمله ممنهجه صب وحده بتلاقيهم تعليمي كلهم ما في مصاف عم يهاجموا الرئيس بري، مقهورين محترق نفسهم. بتعرف ليش؟ كيف الشيعة بعد اللي صار معهم بعدهم مكمشين، بعدهم حركة الأمل وحزب الله قرار واحد، صوت واحد، عقلية واحدة. علي ولا زلت معتبرين إنه الرئيس بري آخر صخرة عند الشيعة. انتبه، معتبرين إنه الرئيس بري هو آخر الصخور الشيعة، فنحن بدنا نروح نهشمها ونكسرها، ومبلشين بالنمطية والصورة. ليش ما كانوا قبل يحكوا على الرئيس بري؟ وهو نفس القانون ينفع ولا بالدوره القديمه اساسا. شيء من الدوره القديمه. انا عم بحكي ميديا، انا ما بديش احكي بلا بالسياسه ولا شيء، بحكي ميديا. ليش قبل ما كانوا يجيبوا سيره الرئيس بري بهذا الشكل، الهجوم المباشر العلني؟ من امتى سمير جعجع بيحكي على الرئيس بري؟ ما دايما يقولوا عنه بحبوه ما بعرف شو. وكان الرئيس بري السابق اخراجه من السجن هو اللي طلعه من الحبس. طلعوا من الحبس. مين اللي هون الفرافيط الصغار؟ كمان في قرار خارجي بهالموضوع، خارجي وداخلي، في عملية ممنهجة إلى ضرب الصورة عند الرئيس بري وكسر التابو عند الشيعة إنه الرئيس بري بينحكى عليه، إنه معتبرين إنه الرئيس بري آخر المدافعين اليوم عن هذا الخط وعن هذا الشيعة. إنما بالنسبة لنا في عندهم صخرة كبيرة اليوم بعين التيني اسمها الرئيس بري، بدنا نروح نكسرها، لأنه هيدي البيئة أساسا لا تسمح إنه ينحكى على الرئيس بري كما الشهيد حسن الرئيس بري. يا عمي مش فاهمين الشيعة، هن مش فاهمين الشيعة، هن مفكرين السيد حسن بيحبوا الحزب بس، ومفكرين الرئيس بري بيحبوا الحركه بس. طيب هن على قد مفكرين الموضوع، هن مش عارفين انه هو الشيعة عمل لك الديكور اخضر اليوم. صبي وحده هو الشيعة يا عمي، قلب واحد، عقل واحد، تفكير واحد. انت اليوم لما صارت اصلا اللي عم بيصير عم يكمش الشيعة ببعض اكثر.
ما بيعرفونا ولا بيعرفوا شيء عننا، ما بيعرفونا، معتنعين براسهم. برأيك لوين رايحين بهذا المشروع وبينجحوا فيه؟ مش هو يعني انه اليوم انت قلت كلمه كتير مهمه واللي هي انه بدهم يعودوا الناس انه صار سب الرئيس بربري على المنابر علنا علامه كسر الصوره الاعلاميه. بس شو لازم ايام الثوره او كانوا يعملون ايام الثوره ما يسمى مع بدايه الثوره انه كانوا يعلمون اياهم بنظام الثورات اللي اجوا تعلموهم هن، فكانوا يعلمون موضوع الصوره. ذاكر موضوع المشانق اللي علقوهم ومدري شو وهلا هو ما بعرف شو، هذا جزء من تنميط وتكسير الصور عند الناس طبعا. هالشيء من هيك. شوف اليوم كلهم بنفس التعليمه بيهاجموا الرئيس بري بنفس النار كله. هلا في حمله على الرئيس بري اليوم ايضا، بس هن مش عارفين انه الشيعة مش كلهم ورا الرئيس بري، قدامه وراه الرئيس بس بري. تسأل هيدي القيادات اليوم انه ليش ما بيروحوا على القضاء بموضوع اذا بدك السب العلني على السوشيال ميديا، انه ما في محاميين عند الشيعة وعند البيئة وعند حركة امل وعند حزب الله، لانه نحن كنا نعتبر انفسنا اكبر من هذا المستوى. وبعدين لانه نحن كنا نعتبر انه نحن ما بدنا ننزل هذا الخطاب وما بدنا ننزل لهذا المستوى ونحن اكبر من هيك، وفعلا نحن اكبر من هيك. بس على التجربه لا، بدك تنزل تبهدلهم تمسح بكرامتهم عن الارض وترجع تطلع. شغلتك عملتك تنزل تبهدل، ما بيسمعك يا خيي. في فطريات صغيره بالارض عم تطلع فيك وتجعر، ما بيسمعك. بدك تنزل تبهدله، بدك تنزل تبهدله، لانه اليوم معركه اعلام وصوره. حتى لو كان فطري صغير يعني رامي نعيم فاهم علي، رامي نعيم ما يشد ياس عم جميل هول القرف ها منين يا زلمه. طلع يا عبيان، لك طلع يا عبيان. متخيل انت انا في وحده سنتيا زرازير ما اختفت، هاي مدري وش عم تشتغل، هاي جايبه 300 صوت 300 صوت يا زلمه. هلا صبحيت من البرندة انا جبت 300 واحد. هذيك اليوم قالت له 300 صوت يا زلمه نائب مجلس نواب يا زلمه. قالت له الزمير نبيه بري. الزمير الزميل تفضل. طب تفضل بشرف اي مستوى. طب هن يعتبروه انه هو الرئيس بري، يعني الله يطول بعمره لانه انا بين الديكور اخضر، انه من السلطه الحاكمه اللي طوال ساهمت ربما. لكن اليوم اصلا اذا هول بعدهم عم يطلع صوتهم معنا موجودين ببركه ودعاء الرئيس بري عم حج الرئيس بري على اهل الضيعه يقولوا لنا حج الرئيس بري. كبير عليهم يوصلوا لمستوى الحكي على الرئيس بري، كبير عليهم. لوين رايحين بعد الضغط برايك؟ اليوم الرئيس بري هو حامل امانه السيدين وحامي ابناء السيدين. هذا شيء مش فاهمينه، مش عارفين مع مين عم يتخانقوا. هن محاوله، هن مش عارفين مع مين عم يتخانقوا، مفكرين يا علي لكن مفكريننا بعدنا بناخذ ونعطي. هن مفكرين انه احنا بعدنا بناخذ ونعطي. فهيدا مين ها؟ لك كم واحد هن كلهم قش لفه ها وهول كلهم عم يحكوا ها. كم واحد شو بيمثلوا؟ عم يحاولوا بخلال الانتخابات اليوم رايحين انه على تغيير قانون المغتربين. بده يروحوا يغيروا. شوف البلطجي عم بحكيك بالقانون ودوله القانون، بده يغير مفهوم الدستور بالعداله. بده يروح يغير قانون المغتربين ليصير عنده هو فرص اكثر ليخرق نواب اكثر ليجيب نائب شيعي ويستبدلوا بالرئيس ويرشحوا من هذا مشروعهم. طيب اذا صار هيدا المشروع ما بعرف بيحملوها، اذا بيحملوها يلا يروحوا عليها. اذا صار هيدا المشروع اذا حملوا يجيبوا نائب شيعي، اذا حملوا انا اعمل لك اذا حملوا يجيبوا نائب شيعي وجيبوا رئيس مجلس ويجيبوا رئيس مجلس يحملوها، شو بيصير بالبلد؟ يحملوها. ما بعرف شو بيصير. هلا ببطل ميثاق اصلا ليلى عبد اللطيف. يحملوها اذا راح لكن رايحين لخيار الغائك. انه هلا بدهم يجي يخرقوا نائب شيعي. ده بده يجيب هذا النائب الشيعي. اليوم في مكون شيعي اسمه حركه امل وحزب الله، بالانتخابات الاخيره جابوا قرابه 50% من الاصوات اللبنانيه على واحد الشطب. ولا واحد الشطب في منا مغتربين وفي منا اموات وفي منا ما بعرف شو. طيب عندك انت تمثل 50% هو بينتخبوا، قديش في غيره ما بينتخبوا؟ اليوم ما في حزب الله وحركه الامل، في مكون شيعي بلبنان. هذا المكون هن رايحين يخرقوه، بدهم يجيبوا واحد بجبال او ببعلبك، بده يعطوا الماروني، بدهم يسقطوا الماروني ويعطوا الشيعي بدار الاحمر، او بدهم يجيبوه مش محل ثاني مش عارفين بدهم يجيبوه. قد بده يجيب هذا النائب الشيعي من اصوات الشيعة؟ كيف بده يمثل الشيعة هذا؟ كيف سيمثل حصة الاسد البرلمانية للشيعة بالحكومة؟ كم صوت بده يجيب شيعي من هون المعارضة؟ هون
تبع الربع هول الفرنجان، محمد بركات ومهادي مراد وما بعرف مين، او بيمثلوا بالشيعة، هو عضو ياهم ما فيهم يطلعوا لك يا زلمه. طيب مش خوفة، مش لانه هن خايفين، مش مرغوبين بالضيعه. لك ضيعته ما في يطلع. ملتقي فيهم ما ملتقي ولا بقول الشر ملتقي فيهم يا زلمه، شو هالامي هاي يا زلمه. انت بتعرفون يعني هلا في عامل سكشن ببرنامجي هلا اسمه مصادر علي برو، هيك قدام بدي استفزه. طيب اوكي، مصادرك ما بطلعهم بالحلقه معي. علي برو ناعف والنعف، مش انه انا عم بتصنع شيء. كلهم عندهم ملفات علي، كلهم عندهم ملفات. اجوى عالم بالعالم. ليش طيب؟ مجويين يا خيي. شوف اصلا رجع انت قال له اذا بدك تعرف واحد رجع شوف مين هو اصله وفصله. اسمع وستسمع وترى فضايح ما انزل الله بها من سلطان. مش عم نصطنع شيء، انتو هاك ملفاتكم، السي دي بتاعك اهو، تشوفون بتسمعون بتقول هودي من عايشينها، واكيد مش من نوع البشر اللي مثلي ومثلك يعني. بيعمل عليهم حركات، عليهم قصص. شو بدي من الموضوع السياسي بالجانب اصلا الجانب الحياتي تمام. عندهم حركات، عندهم ملفات، عندهم فضايح، عندهم مصايب. انتم صار تحكي شخصي، بطلت عم تحكي وبالسياسه يعني بفندوا هون وبفندوا هون. وبالسياسه جانب سياسي شو سميه لي مثلا محمد بركات لما يطلع يحكي، شو اللي ممكن تستشفه انت من كلامه محمد بركات؟ انت كشيعي عم تسمع محمد بركات هو صاحب الخطاب التحرر الشيعي من سيطرة وغطرسة حزب الله وحركة الأمل. شو النموذج عم يقدم لي محمد بركات؟ مين قامعك اصلا يعني؟ شو النموذج اللي عم يقدمه؟ شو انه هو هلا هو اللي بيفهم الطائفة، هو اللي بيفهم الطائفة. عقد مرض يا زلمه، مرضى يا زلمه والله. مش عم هينهم، مش لانه انا بدي اهرب من شيء عم اقول عنه هناك. مرضى ولك ما عنده شيء يقدموه للناس. لو عمل لك قضاياهم ممنوع يفوتوا، هم مش ممنوع يفوتوا بقرار حزبي. محمد مركبه يمكن من مركبه من رب 30 ما طوشنا فيها انه هو من رب 30 واهل ضيعه ما بطيقوه. وصيته هالقد بالضيعه، هالقد صيته بالضيعه يا زلمه. شو بتحكيني يا زلمه؟ هذا مراد ريتيل، هذا مراد بيوصل على الريق بس. طلع ذيك اليوم قالوا حرقوا له بيته. خدها مني بس ما بدي احرقها. مفتعلة حتسمع انه هاي القصة في من وراها فيلم، في وراها قصة كبيرة. وهيدي مصادر من الأجهزة الأمنية. هودي عالم أجلك الله بس مصروفهم كبير يا خي. مصروفهم كبير. شو يعني مصروفهم كبير؟ برأيك علي عندهم مصروف على هيك قبل ما ننهي الحلقة على مستوى الشخص عندهم مصروف عالي كثير بحاجة كل ما يمان بده يطلع بده يعلي السقف ليقبض مصاري أكثر. هلا مشروع مالي هن يعني هيدي القصص لك مشروع مالي يا زلمه. مزبوط لك مشروع بيقبضوا يا زلمه. كل ما على السقف بيقبض. لك يا زلمه بدنا نحكي فيها. مش بس صرنا بال 2025 لك يا احمد يا زلمه. كانت قبل هلا عليك ديما صادق يعني شو ما الذي يجعل من الألبسة تتشردق بديما صادق؟ مهاراتها الإعلامية، تاريخها الإعلامي. شو محمد حسنان هيكل هي ديما صادق نقطتين شيعية. نديم قطاش شو اللي بخليه يصير ويتصور تاريخه الحافل يعني محرر ستالينغراد انه من هو بالاعلام يعني هو شو يعني. نديم قطاش شيعي، ديما صادق شيعي. هاي الصفة لحالها بتخليك تفتح لك قد ما بدك مصاري. بدهم اي حدا من صوت من البيئة يجيبوه يحطوه عندهم بيعطوه مصاري على اساس انه هو صوت معارض للبيئة. شو بتفهم دي مصادر يا زلمه؟ شو بتفهم الاعلام دي مصادر يا زلمه؟ انا هالقد حامل يا اخي عندها يا اخي تمتلك ما تمتلك من المهارات الاعلاميه. بس انت بتعرف بالاعلام شو هالتعويم لدي مصادر. ليش؟ انه ماشي اوكي بتعرف تشتغل يا اخي، ماشي اوكي على راسك بتعرف تقدم وتزيد ما خي على راسك. هالقد تعويم. انت بتعرف بالاعلام انت اليوم اذا بتصير مراسل بدك حلم الله وبتكون شاطر. عملوا لو ما ادري شو فتحوا هودي محمد بركات وهذا مراد وعلي مراد وهذا علي خليفه الاجدبي يا زلمه. اجدبي يا زلمه. بس حسن مرة عنه هاي ثبتت عليه علي خليفه الاجدبي. بس حسن قايل عنه هو اللي بدهم اياه. شفته من شوي بدنا نحرر الشيعة من الامام الحسين او بدنا نحرر الامام الحسين من الشيعة مره ما ادري شو قال. ذكرها ذكرتني كنا عم تحدث انت عن اهانه رموز المقدسه وقدسيه ما يعني الشيعة يعني
في منهم صار عندهم إهانة أساسا بعض المحللين واللي هن محسوبين على غير عم بيهونك علنا إنه المهدي والحسين وعاشورا وشادور ما يشديا هني ما بيعرفوا هول إنه مقدسات أو لا عن جد بيعرفوا مستقصد إنه بيعرفوا إنه هذا الشيء بيأذيك من أي ناحية، إنه بيمس بخطوط حمراء عندك. يعني ماشي ده لما تطلع تحكي عن عقيدة حزب الله هلأن دايما بيروحوا إنه عقيدة إيرانية. هي مش عقيدة إيرانية، نحن اللي شيعنا الإيرانية صح. ما أنا مش عارفين المحقق لا قارين تاريخ لك، لا قارين تاريخ ولا قارين جغرافيا ولا بيفهموا شيء بالسياسة. هذا بدك معتبرين إنه اللباس الجنوبي العاملي أو البقاعي ما كان هيك، كان تنورة وحجاب قبل ما الصدر، وإنه إجت السياسة الإيرانية ولبستهم شادور بشو اسمه، ولكن إنه هيدا لا يختلف أساساً الشيء. نحن إذا بدنا نحكي بموضوع التشيع، نحن يمكن كان عندنا يمكن كان بالفترات السابقة الشيعة يمكن ما كانوا كتير متدينين. اليوم عندنا نسبة تدين عالية يا أخي، تدين مش إيرانية. نحن اليوم عندنا نسبة تدين عالية، والتدين يفرض علي إنه أنا ألبس شرعي، ألبس ثياب شرعية. طبعا بيفرض علي تديني. إذا أنا شو مرة سمعنا عم نقول ليش هالراهبة لابسة هيك، شو لنا علاقة؟ حرية دين ومنطق تكفلها كل الشرعات القانون بالعالم. ليش بس توصل الأمور عند الشيعة لبسكم إيراني؟ مين قال لك اللبس إيراني؟ يعني ما هيدي العباية جاي من شبه الجزيرة العربية. هي عباية مين؟ عباية بنته للنبي محمد، صح ولا لا؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، مظبوط ولا لا؟ لون النبي محمد وين كان قاعد؟ طهران؟ كان قاعد بشبه الجزيرة العربية في مكة. طيب هيدي العباية نحن جايبينها من هناك مش من إيران، ما بيفهموش. بعدين نحن شيعنا الإيرانية. لو يعني محقق الكركي هو راح هو كذا عالم من لبنان جبل عامر الجزيني كمان وشيعوا الإيرانية، شيعناهم للإيرانية. نحن قلنا فضل بتشيعوا الإيرانية. نحن شيعة جبل عامر، نحن شيعة جبل عامر لهم الفضل إنه بتشيع الإيرانية. التاريخ بيقول هيك، بيجي بيقول لك هلا عقيدتك إيرانية. يا عمي أنا اللي بعت التشيع على إيران، أنا اللي بعته. طيب بيفهموش. اليوم تطلع بتحكي بس إنه هي عم تعبي هوا. إيرانيين شو إيرانيين؟ مين قال لك الحين؟ يا عم أنت ده صار لك عايش. شي مرة سمعت حدا بالضاحي بيحكي إيراني؟ شي مرة شفت لك شي محل لبيع المستلزمات الإيرانية خوشة مديدة يا أخي وين جايبينهم هون؟ وين بيجيبوهم؟ نحن بشو إيرانيين يعني؟ في منهم أنا من أحد الأصدقاء كنت أنا بدي أمشي معك بالسياسة. اسمع بأحد القنوات كنت أشتغل فيها قبل ما راح أذكرها، كانوا مفكرين إنه الضاحية زينكو قندهار، فوتهم ما صدقوا إنه هيدا الضاحية. طبعا صارت معي أنا كمان. جبت واحد على الضاحية قاعد بالجمازة، فوتته على الضاحية قال لي وين البوريد؟ تلاقي بوريد. قال لي ما أنتوا بتمشوا بالبوريد والله العظيم لا أجل اشتري بارود. وقفنا ساعة مرئين وقفنا على محل ببيع لنجرين نسواني. خوت قال لي عندكم هيك؟ قلت له شو نحن وين جايين نحن يعني؟ فكرينك منمطين بيئتهم بطريقة إنه هالشيء تدعيهم يفوتوا على الضاحية، يفوتوا يشوفوا العالم، بس يفوتوا يتعرفوا على هذه البيئة. ما قالوا مش بدك الصراحة بدي ادعين ولا شيء، ما قالوا شرف يفوتوا على الضاحية. هو ما بيستاهلوا يفوتوا على الضاحية، بس مفكريننا إنه نحن عفوا بهالكلمة بنصف البقر على جوانب الطرقات. يا زلمة هالقد مفكرين. شوفوا السيارات والمطاعم بالصور، هالقد شو بس بصور. لكن نزال عمين الحصن اليوم. اي والله روح نزال عمين الحصن، مين اللي مشي المطاعم؟ لك يا عم مش بدك ولا حكي. بس محلات السهرة على السي سايد تحت ببيروت مين مشيها؟ مين مشيها هاي؟ حفلات عمرو دياب مين مشيها؟ قلبك معبى منهم. مين مشيهم هاي غير الشيعة؟ بيجي بيقول لك انتم عندكم ثقافة موت. بدي احكيها مثل خيي شيء. احنا عندنا ثقافة موت. ثقافة موت كرمال مين؟ وين عندنا ثقافة الموت؟ ما عندنا. عند ما بدك. اذا اني واحد جاي اسرائيلي يقتلني بقلب بيتي بدي اقول له لحظة بليز بدي دق للامم المتحدة. مش بدك تقول له يا زلمة؟ لك شعب ما قلبك محبل منهم ومليان منهم. اليوم بعد دفاعك الأعمى عن معتقداتك الدينية وما تحمله الرموز، شو بتقول لهم إذا جربوا بعد مرة تانية يتعدوا؟ ما هن شو بدي أقول لهم؟ مين بيردهم هن؟ لاش مين بيردهم؟ وين اليوم محامين الشيعة برفع هيدي أحد الثغرات اللي عنا، ثغرات كبيرة هي عنا ببقى. مين بيتحمل مسؤولية؟ كبيرة عنا. قيادات؟ لا يا خي أعمال فردية يا خي، مبادرات فردية. أنا الشغل اللي اشتغلته بشكل فردي. لازم يكون في مبادرات فردية ضد يعني قدحوا زعموا تجوا إثارتنا عرض طائفية كل شيء ما مشان بدهم يقولوا بالقانون يا خي، بالقانون. ما في 20 محامي شيعي يرفعوا دعوة 100%. هيدي أحد الثغرات الكبيرة اللي عنا نضل نحكي فيها.
انه ما عندنا محامين خيي. هيدي شغله، هيدي ثغره كبيره عنا، وبس تسلك المسار القانوني بيلبدوا. مهم، هيدي رساله للمحاميين طبعا. هلا في عنا تجارب ماثله، في كذا تجربه، بس ما عنا حاله تعميم. يعني عم بيصير في تجارب بس ما عنا حاله قضائيه انه كل ما حدا يطلع بروح بنعفو دعوه وخليه يتمرمط بالمحاكم، يروح يتمرمط بالمحاكم. وليش بدي اخلي مثلا كبيره؟ ليش بدي اوصل لمرحله يكون في علي برو وغير علي برو؟ لا، بينما القضاء لازم ياخذ اصلا القضاء لازم يتحرك لحاله لما يشوف انه في اشخاص هالقد ممعنين في الطعن واثاره، مش اثاره اعراض طائفيه، خطاب حرب اهليه، خطاب حرب اهليه. المفروض القضاء يا هو عم يعطيك اخبار، هو عم يقول لك انا بدي اعمل وسوي فيهم هالجماعه، لازم يتحرك دغري القضاء لحاله. بس من قلب جونا وبيئتنا وناسنا ومحامينا لازم يكون في جبهه قضائيه بوجه العالم. خلينا نختم، حلقه كثير طويله بس قلبك محبل ومليان. حاولت اسال اسئله الناس اللي المعارضه والمؤيده لما يكون في علي برو، ولكن اخيرا معقول بيوم من الايام شوف علي برو ورا القضبان؟ بس تشوفهم هن ورا القضبان انا بفوت لحالي بلا ما حدا يجي ياخذ هيك. ما عم اقول لك انه انا مبسوط يعني. بيسكتوا بنسكت، اكويشن كتير بسيطه وسخيفه. بتضرب بنضرب، بتصعد بنصعد، بسكت بنسكت. اذا رحنا لمفاوضات معهم يسكتوا يا خي، يسكتوا يشيلوا عن هالناس. لو طلب منك تقعد مع عدد من هول اللي عم يحكوا ضدك وانه نحن خلاص ما بقى نعلي الصوت وانت قلت طبعا هذا تقعد طبعا تقعد مع رامي نعيم وبتقعد مع مي شدياء وانه خلص او غيرهم خلص حطينا. لا مش حقعد معهم. مش حقعد معهم. انت غير مباشره صديق. نحن عندنا هدف، نحن عم نعمل هذا العمل عنده اهداف. نعم. هذا العمل له اهداف، من احد اهدافه انه اذا الطرف الاخر لقيناه خفف تصعيده تجاهنا، نحن مش عاملين شغلتنا وعنا يعني نحن مش مبسوطين فيه، مش مشاركين فيه يعني نطلع نحكي عليه، نحن كمان بنخفف. بس طالما هو عم يصعد بنصعد اكثر. نعم. ولانه برجع بقول لك لانه نحن اصحاب هذه الارض، نحن اصحاب هذه القضيه، وهن تاريخهم معروف من ايام السوري لايام الامل السعودي لايام الامريكاني ولليوم معروف تاريخهم يعني. بس احكي عن تاريخهم بتبهدلهم من فمك أدينك. علوش صديق والعزيز والأخ والعلاقة اللي بتربطنا كتير طويلة أكثر من حلقة. بدي أشكرك على هالحلقة. وحاولت هيك قد ما فيني أسأل أسئلة الناس وما تسأل خفيفة نظيفة مثل دمك. فأكيد بشوفك بحلقات تانية. حكي كانت تقيل، كان بدي أتقل هيك يعني كم شغلة. بعد أتقل من هيك مش منك عم الحكي. فمشاهدي هذا كان علي برو بعد كل شيء صار معه. أكيد بشوفكم بحلقة جديدة.